السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة هنعمل مع بعض الخشاف بطريقة حلوة جدا. تابعي معايا الفيديو للآخر ويلا بينا نقول المقادير. معانا تمر، التمر بتاعنا التمر الطري مش التمر الناشف. حابة تستعملي التمر الناشف مفيش أي مشكلة. معانا كمان قراصية، معانا مشمشية، معانا قمر الدين، جوز الهند، سوداني، لوز، زبيب. دي كل المكونات بتاعتنا. اللي لسه لأول مرة يتابعني ما ينسانيش باللايك والشير ويفعل لي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من إشعاراتي. هنعمل ايه؟ هنبدأ نجيب كل اليميش بتاعنا نقطعه قطع او نسيبه صحيح. دي حاجة ترجع لك، يا تسيبيه صحيح يا تعمليه قطع، بس انا بحبه قطع صغيرة. هنقطع الكمية اللي احنا محتاجينها. من اجمل الخشاف اللي ممكن تاكليه في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. حلو جدا، ما بياخدش وقت. انتي بتعمليه من بالليل وتسيبيه لتاني يوم او تقعديه في التلاجة 3-4 ساعات. هيبقى حلو جدا برضو. هنطلع الكمية اللي احنا محتاجينها من المشمشية نقطعها كلها، وبعد كده هنجيب القراصية نقطعها. قولولي بتعملوا عصاير ايه في رمضان، اكتبولي في الكومنت بتعملوا عصاير ايه في رمضان. هنقطع كل الكمية اللي احنا عايزينها من القراصية. كمان اسعار اليميش السنة دي غالية جدا جدا جدا. هنجيب التمر نطلع برضو انا ما كنتش شيلته من نوى، هشيله معاكم واقطع برضو كله بالطول. انا على فكرة استخدمت التمر الطري، وكمان جبت شوية من التمر الناشف واستعملته. كان حلو جدا برضو مع باقي المكونات بتاعتنا. قولولي اللي جرب وصفة من وصفاتي يقولي ايه رأيه فيها. عندنا كمان القمر الدين، جبنا حلة. احنا هناخد نص اللفة بس فقط لا غير، مش هنستعمل اكتر من كده. جبت نص لفة القمر الدين وقطعناها زي ما انتوا شايفين بالمقص في الحلة. هنرفعها على النار. انا عندي ولادي ما بدونيش فرصة اصلا ان انا اعمله عصير، ما شاء الله بيحبوه ياكلوه كده. رفعت الحلة على النار ونجيب مقدار المية. انتوا حابين تضيفوا سكر يا جماعة ضيفوه، مش حابين بلاش. بس انا ضفت سكر لان احنا بنحب السكريات زيادة شوية. انا ضفت سكر. انت عندك المشمشية مسكرة، عندك الزبيب مسكر، التمر مسكر، القراصية مسكرة. فكل ده فيه سكريات مش لازم، بس انا بصراحة زودت سكر. وهو بتحط محطوط على النار. بكده استوى القمر الدين. هنسيبه يهدى بس شوية وبعد كده نضربه بالهاند بلندر او الخلاط. انا ضربته بالخلاط لحد ما داب كل القطع قمر الدين اللي كانت موجودة في الحلة. هنجيب كل المقادير بتاعتنا ونضيفها على القمر الدين كلها، الزبيب وجوز الهند والقراصية والمشمشية. بس المكسرات مش هضيفها معاهم، المكسرات دي اخر حاجة وقت التقديم هضيفها. هنقلب كل المكونات دي لحد ما تختلط كلها ببعضها، وبعد كده هندخلهم التلاجة. انا بصراحة قعدتهم في التلاجة حوالي 3-4 ساعات. مش عملتها قبلها بليلة. طبعا هتيجي تطلعي الحلة بتاعتنا او الخشاف بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله بتلاقي القمر الدين اتنفخ والمشمشية والزبيب كله. ده شكله بعد ما خرج مع قلبته ودخلته التلاجة. هندخله التلاجة. انا كنت لسه ما دخلتوش التلاجة. هندخله دلوقتي التلاجة يقعد 3-4 ساعات، وبعد كده نحطه في اطباق التقديم او بولات التقديم حسب ما انتي هتقدميه. بس من احلى الخشاف اللي ممكن تاكليه. ده شكله بعد ما خرجته وحطيته في الكاس. هنبدأ نضيف المكسرات بتاعتنا. ده وقت التقديم يا جماعة عشان المكسرات بتاعتنا ما تطراش. حطيت سوداني وحطيت اللوز، هتاكلي احلى طبق خشاف ممكن تاكليه وبألف هنا على قلبكم. ممكن تاكليه كمان مع السحور على فكرة، هو دسم جدا. وده شكل الخشاف بتاعنا. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.